بمراجعه البيانات ويكتب الملاحظات الاخيره عليها، اللي هو الجزء الاحمر ده. يعني ده جزء مش ما تمش ملئه من خلال صاحب الطلب، وفي هذه الحاله هو المرحومه السيده نوال عبد العزيز، لكن بيتم ملئه من خلال الموظف الرسمي في الاداره، في اداره الهجره الامريكيه. وبيكتب هنا اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليه naturalization certificate، يعني اصبح مواطن طبيعي او يتعامل معامله المواطن. التجنيس ده بيتكتب عليه انه بدا ايشو ديت يوم برضه هنا لا، هو انا متعود عشان اقول يوم، هو شهر 10 يوم 25 زي ما بقول لحضراتكم. الطريقه الامريكيه في الكتابه انه بيكتب الشهر انه بيكتب الشهر اولا وبعدين اليوم. شهر 10 يوم 25 سنه 2006. ده الورق اللي وضع امام اللجنه العليا للانتخابات من الجانب الامريكي فيما يتعلق بهذه المستندات. في مستند تاني برضو، يعني الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا حصلنا عليه في الحال اليوم. ده من اهم المستندات واللي اتكلم عنها فيما اتصور المستشار حاتم بجاتو، واتكلم عنها ايضا في بيان رئيس اللجنه العليا للانتخابات، لانه قال ساعتها، ولو حضراتكم لو رجعنا للشريط ساعتها سالت المستشار حاتم بجاتو قلت له هتعتمدوا على اي سلطه في مصر او على اي مصدر للمعلومه في مصر؟ هل هو جهاز امني ام وزاره الخارجيه؟ المستشار حاتم بجاتو قال احنا هنشوف كل المستندات من كل الجهات. اما البيان اللي صدر من رئيس اللجنه العليا للانتخابات المستشار فاروق سلطان، فالبيان ده قال فيه انه بيعتمد تحديدا على الوثائق اللي هتقدمها وزاره الخارجيه. ده اللي احنا بنقول لحضراتكم عليه، ده الجواب الرسمي اللي خرج من وزاره الخارجيه المصريه وموقع عليه من السفيره وفاء بسيم مساعد وزير الخارجيه لشؤون مكتب الوزير. دي الوثيقه اللي خرجت من وزاره الخارجيه المصريه الى امين عام لجنه الانتخابات الرئاسيه. وزاره الخارجيه مكتب وزير الخارجيه سري جدا فوري وتسلم في الحال، الحاقا بكتاب مكتب وزير الخارجيه رقم 664 بتاريخ 7 ابريل 2012 المرفق به صوره المذكره المؤرخه 6 ابريل 2012. وبرضو اقول لحضراتكم بشكل ارجع برضو لاسابيع ورا شويه، لما قلنا لحضراتكم كان 12 على المواقع الالكترونيه وعلى عدد من الوسائل الصحفيه. احنا بنحاول بس تبقى المعلومه مدققه، انه قيل ساعتها من حوالي اسبوعين او 3 ان السفاره الامريكيه في القاهره نقلت الى وزاره الخارجيه المصريه الورق. السفاره الامريكيه في القاهره ما كانش ليها دخل بالموضوع. حكومه مصر، الحكومه المصريه طلبت من وزاره الخارجيه من خلال السفاره المصريه في واشنطن طلبت الورقه دي، ووزاره الخارجيه الامريكيه ارسلت للسفاره المصريه والسفاره المصريه ارسلت لوزاره الخارجيه، وكان في نهايه الامر هذا الخطاب او هذه الرساله اللي هي موجهه من وزاره الخارجيه للجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، واللي بتقول انه السيده المرحومه نوال عبد العزيز نور والمولوده في 3 نوفمبر 46 اكتسبت الجنسيه الامريكيه بتاريخ 25 اكتوبر 2006، ومرفق صوره ترجمه غير رسميه لمذكره الخارجيه الامريكيه. هذه هي الاوراق اللي برضو بس بتاكد اللي قلته لحضراتكم امبارح، مفيش اختام في حاجه اسمها علامه مائيه او ختم مضغوط. انا حكيت لحضراتكم امبارح الواحد ازاي كان بيعاني في الحكايه دي، انه مصر هنا ما بنعترفش الا بالختم، لكن هنا مش هتبان، يعني هو بس في نص السطور هيبقى فيه مش هتبان، مش ممكن هتبان، بيبقى فيه العلامه المائيه الخاصه بوزاره الخارجيه الامريكيه، يعني بتبقى علامه مش باينه على الورق، ولكن مفيش اختام. انا اقدر ابقى شايفه من هنا لكن مش ممكن حضراتكم تشوفوه، اللي هو الختم المطبوع او الختم حتى لو عملنا، يعني لو قربنا بالكاميرا لو عملنا مش هيبان، لانه بيبقى دايما بلون الورق تحديدا، بيبقى محفور على الورقه الاصليه زي ما قلت لحضراتكم امبارح، ومكتوب عليها بس دبلوماتيك نوت او مذكره دبلوماسيه.
دي الاوراق اللي احنا زي ما قلنا لحضراتكم، دي اللي اتحطت على مكتب او امام القضاه في اللجنه العليا للانتخابات. عايز اقول لحضراتكم يعني علشان ممكن الساعه 8 و10 الناس اللي ما قدرتش تتابع معانا البرنامج من اول بدايته الساعه 8، ده الاوراق الخاصه بتقدم السيده نوال عبد العزيز، مرحومه نوال عبد العزيز، الى شؤون الهجره الامريكيه طلبا للحصول على الباسبور الامريكي. مكتوب كله بخط يدها. من اللافت هنا انه دايما انا عايز اتاكد برضو معايا حضراتكم، دايما بيبقى مكتوب هنا في الجزء ده اذا كانت البيانات اللي بيقدمها ممثل قانوني لها ام هي اللي بتقدمها بشكل مباشر. هو هنا مكتوب انها هي اللي قدمت الورق بشكل مباشر، يعني مفيش ممثل قانوني لها في تقديم الاستماره دي. زي ما قلت لحضراتكم الاستماره دي هتلاقوها زيها بالظبط بس فاضيه على موقع اداره الهجره الامريكيه، وهذه الاداره هتخشوا عليها هتلاقوا انه الاستمارات دي كلها موجوده لكن تقسيمها متغير. يعني هتلاقوا انه في طبعه لسنه 2009 مثلا، او طبعه لسنه 2006، او طبعه لسنه 2011. هذه هي الوثائق اللي وضعت امام اللجنه العليا للانتخابات، بتوصل لحضراتكم في الحياه اليوم ومشاهد الحياه اليوم بشكل مباشر. طبعا وزاره الداخليه، وده كان يعني مستند خارج من وزاره الداخليه فيما يتعلق بمصلحه الجوازات والهجره والجنسيه، إيماء إلى كتاب سيادتكم رقم 28 مؤرخ 31/3/2012 عما إذا كان المذكور بعد وأفراد أسرته المذكورين يحملون جنسية أخرى من عدمه، ومكتوبة الأسماء ولم يستدل على هنا، اللي بيؤكد ما لدى وزارة الداخلية، وده اللي اتكلم معانا عليه المستشار أحمد مكي امبارح، إنه حكم المحكمة الإدارية هو يرتبط بالجهة المصرية، لكن هو ليس شرطا او ليس من الجوهري او من الضروري انه يكون مرتبط بالجهه الاخرى، الجهه الاخرى اللي هي ممكن تبقى دوله ثانيه، او في هذه الحاله هي دوله ثانيه، وفي هذه الحاله هي الولايات المتحده الامريكيه. كلمه خارج النص، احنا بنقدم لحضراتكم هذه الاوراق لانه نتحدث عن شخصيه عامه، شخصيه قررت انها تخرج الى الضوء، وقررت انها تبحث او تسعى، وهذا حقها، انها تسعى انها تبقى رقم واحد في مصر. نتحدث عن شخصية عامة وهو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ده اللي احنا بنتكلم فيه، لانه في قاعدة في عالم التعامل مع السياسة، او عندما تبدأ العمل السياسي اكشف قبل ان يتم الكشف من خلال اي طرف اخر. ارجو، احنا قبل كده اشتكينا وقلنا انه لما عملنا اللي علينا وقدمنا وثائق واتكلمنا عن معلومات على فكرة، وكنا ساعتها اتهمنا باننا بنبرر وبندافع عن الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل من خصومه قالوا لنا انتوا اتحتم فرصة طويلة وكبيرة للرد، لكن احنا كنا بنعرض المعلومات وبنتيح لصاحب الامر ان يرد عليها. ما كانتش هذه الخطابات او هذه المستندات اللي حضراتكم شايفينها كانت متاحه لاحد، النهارده متاحه في برنامج الحياه اليوم لمشاهد الحياه اليوم، ونرجو انه ده ما ينعكسش علينا غضب او عنف في الشارع زي ما حصل قبل كده. اتهمنا واتقال لنا كلام والعربيه اتكسرت، وطلبنا حتى الاعتذار او طلبنا التنديد، يعني حتى ولم تكن قادرا على الاعتذار، ما عندكش اولويات صحيح، ممكن يكون التلفزيون مش في اولوياتك ولابد ان تتعامل مع الظرف السياسي، لكن على الاقل طلبنا التنديد، على الاقل طلبنا الادانه الواضحه من حمله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ولم يحدث. سيبك من تكسير العربيه، سيبك من الاعتداء على العربيه، لكن كان اهم حاجه البشر، ان البشر حسوا ان هم في حاله تهديد، الناس اللي جوه العربيه هم اللي حسوا بحاله تهديد، والناس اللي جوه العربيه هم اللي حسوا بوضع خطر بيمسهم وبيمس حياتهم، اللي هم فريق عمل برنامج الحياة اليوم. احنا بنحط امام حضراتكم هذه الوثائق لانها شخصية عامة، لاننا نتحدث عن شخصية عامة رغبت في ان تحصل على المنصب رقم واحد في مصر. نتمنى انه ده يعني ينعكس على المشهد بشكل عام على المستوى العلني. السياسة دلوقتي
زمان كانوا بيستغربوا بيقولوا هو ازاي اتسربت صور اعدام صدام حسين. في واحد صحفي اتسأل في الموضوع ده في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الإجابة إذا خدت الصور اعرف إن احنا في القرن ال21، واعرف إنها هيتم كشفها. فإذا كانت هناك وثائق سيتم كشفها، إذا ما تمش كشفها النهاردة هيتم كشفها بكرة، وإذا ما تمش كشفها بكرة هيتم كشفها بعد بكرة. احنا عملنا كده علشان مؤمنين بحق حضراتكم في المعرفة، وفي حق حضراتكم في إنه تقرروا وجهة نظركم بأنفسكم. أي موقف آخر على المستوى السياسي احنا لا علاقة لنا به، ونتمنى إن احنا ما ندفعش ثمنه في الشارع يعني مرة تانية. ده الأوراق اللي وضعت فيما يتعلق بالدنيا اللي اتقلبت بخصوص ازدواج الجنسية أو حالة ازدواج الجنسية، ودي الأوراق اللي تم اتخاذ القرار بشأنها فيما يتعلق بالشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وعلاقته بالسباق الرئاسي. النهارده الوضع